انت ما عندكيش اولاد؟ رميني رميانك. رميني. رميانك. ما تعيطيش، ممكن ما تعيطيش. ايه رأيكم في الناس اللي بتقعد في الشوارع؟ الناس اللي بنقول عليها شحاتين، الناس اللي ما اختارتش حياتها تكون كده ولا مبسوطين بكده. انت وغيرك شايفين الناس دي من بره وبتحكم عليهم بالغلط وبالتشرد، بس اكيد اللي انا واثقه منه ان انت ما تعرفش ايه اللي وصلهم لكده. قبل ما تقول او تحكم على حد جرب تحط نفسك مكانه الاول، عشان لما تحكم عليهم بجد تكون عادل في حكمك ده. تعالوا نطلع لتقرير بسيط في الشارع عشان نتعرف على بعض ظروف الناس دي. ابقوا معنا، تعالوا معانا كده نشوف حالة من الحالات اللي احنا المفروض ان احنا نساعدهم. تمام، ونشوف امكانياتهم وظروفهم، ايه اللي وصلهم ان هم يقعدوا في الشارع. تعالوا معانا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اسمك ايه؟ اسمي علي. علي، انت منين؟ من اسكندرية؟ احنا من العصافرة. من العصافرة. طب حضرتك عندك كام سنة؟ انا عندي 46 سنة. ربنا يديك الصحة. بس هو أنا سؤال، بس يعني أنا شايفة حضرتك كده يعني قاعد في الشارع ومعاك المدام، يعني بتيجوا الصبح بتنزلوا هنا، يعني ده شغل بالنسبة لك صح؟ بنلم شوية بلاستيك، شوية كرتون بتاع مش لاقيين شغل ولا معانا معاش أصلا. انتوا ايه احتياجاتكم؟ يعني انتوا ساكنين فين؟ يعني انتوا مكانكم فين؟ واخدين شقة ب 600 جنيه وما الشقة ما فيهاش عفش. ما فيهاش عفش؟ يعني انتوا قاعدين على البلاط؟ وما فيش إلا مرتبة بس. بس. طب العيال دي بتاكل منين؟ ربنا بيرزقنا يعني. ايه احتياجاتكم؟ يعني ايه اكتر حاجه انتوا بتعانوا منها حاسين ان نفسكم تتحقق؟ عايزين بس سرير وفرش في البيت بس، مش عايز حاجة يعني تاني. انتوا محتاجين فرش في الشقه عشان الشقه فاضيه خالص. طيب الناس دي بتقعد يوميا في المنتزه عند الكوبري، في المكان اللي هوريه لكم دلوقتي. تتواصلوا معانا على انستجرام هبه جابر عشان نساعد الناس دي. الناس دي بجد لازم نحس بيها، عشان الناس دي فعلا زينا زيهم. تعالوا نشوف كده جزء من المكان اللي هم قاعدين فيه. احنا هنا عند سور المنتزه، منظره قبلي، الشارع اللي في وش المنتزه على طول. تعالوا نشوف اخبار الحاله دي ايه. انت شغال ايه؟ يعني قولي كده، اوصف لي الحاله بتاعت حضرتك، شغال ايه بالظبط يوميا؟ بمسح عربيات والله زي ما انت شايفه اهو. حضرتك بتمسح العربيات وبتركنهم يعني؟ بناكلهم، انا هنروح فين؟ هنسرق؟ لا انا قصدي بتركن العربيات ولا بتمسحهم بس؟ لا انا بمسح بس، انا لا هم بركنوا وانا بمسح عربيه. عايزه تتطوع بص الفوطه اهي. ايوه دي المدام؟ قرب معايا كده، قربي لي عليه شويه. خايفه ولا ايه؟ لا مش خايفه. مالك في ايه؟ زعلانه ليه؟ ده احنا داخلين على رمضان. اضحكي كده، كل سنه وانت طيبه. طيب، اسمي سعد يوسف عبد المنعم. اسمي مها سعد يوسف عبد المنعم. انت معاكي بنوته زي القمر. اسمك ايه؟ سنة. سنده؟ جنة. جنه؟ اسمك حلو يا جنه على فكره. انت في مدرسه يا جنه؟ بصي لي الكاميرا. انت في مدرسه؟ سنه اولى. اولى ابتدائي صح؟ انت شاطره في المدرسه؟ ليكي اصحاب؟ بتحبي اصحابك؟ اكتر واحده ليكي اسمها ايه بتحبيها؟ شمس. شمس؟ طب انت زعلانه ليه يا جنه؟ زعلانه ليه؟ ما تخافيش. نفسك في ايه يا جنه؟ نفسك في ايه؟ نفسك في لعبه؟ بلعبة. في لعبه؟ عروسه يعني؟ انتوا ساكنين فين قلتي لي؟ الحرامين. المنظره الحرامين. يعني واشمعنى المكان ده انت متواجد فيه من زمان ولا ده؟ انا بقالي بتاع حوالي سنه. وقبل السنه كنت فين؟ انا كنت في الطابيه وماليش معاش ولا ليا اي حاجه، وعندي 70 سنه وبتعالج من الفيروس وبتعالج من الضغط وباخد علاج الدنيا. فيروس ايه عندك؟ يا رب. فيروس سي. معايا الورق في البيت. ربنا يشفيك يا رب. احنا بنتمنى لك الشفاء وحياه جيده باذن الله. انا هقدر هقدم شكوتك على قد ما اقدر. تعالي شوف انا نايم على الارض. ربنا يديك الصحه ان شاء الله. ان شاء الله الناس وهي بتسمعنا دلوقتي حد ينزل معانا يساهم في الخير، وكله في ميزان حسناتك، ونساعد الناس الغلابه على قد ما نقدر، حتى لو باقل امكانيات معاك. لو مش عايز تشارك بفلوس فممكن تيجي تشوف الحالة الاجتماعية اللي هم عايشين فيها أو المكان اللي هم عايشين فيه، وتقدر تساهم بأي حاجة تقدر عليها. أنت مش مطالب بأي حاجة تحديدا.
اتمنى ان اي حد يسمعنا يكون متعاطف معانا ومتعاطف مع الحالات اللي في الشوارع اللي هي ملهاش اي حاجه في الدنيا غير ان هي بتعتمد ان حد يعطف عليها او يساعدها. اتمنى ان انتوا تساعدونا بجد. وبنكمل حلقتنا النهارده ومعانا حاله اخيره. الحاجه معانا حاجه مين؟ حاجة فتحية فتحيه. حضرتك منين يا حاجه؟ من ورديان. بتيجي من الورديان كل يوم لغايه هنا؟ مش كل يوم. انت ما عندكيش اولاد؟ رمياني. رميينك؟ ازاي الكلام ده؟ عندك كام بنت وكام ولد؟ بنت وولدين. معاكي بنت وولدين؟ ورمياني. قد ايه هم؟ قد ايه اعمارهم؟ قد ايه متجوزين؟ متجوزين ومخلفين وعيالهم في كليات. ازاي راميين حضرتك؟ اقول لهم ايه طيب؟ اعمل لهم ايه؟ ازاي يعني؟ انت بتصرفي منين يا حاجه؟ انا قاعده كده بسال الله. بس جوز حضرتك فين؟ ميت. ما توفي بقاله كتير؟ يعني هو من ساعه ما توفى وانت بتنزلي على الشارع؟ 25 25 سنه وانت انت بتنزلي الشارع بقالك قد ايه؟ ما تعيطيش. طب ممكن ما تعيطيش؟ ما تعيطيش بس. احنا هنا عشان نساعدك. ممكن ما تعيطيش؟ ربنا كبير. مش عارفه ان ربنا كبير؟ احسن مني ومن الناس ومن عيالك ومن كل الناس. هو اللي شايفك، هو اللي شايفك، وهو اللي هيقدر يحل لك مشاكلك، مش حد. احنا مجرد سبب في حياه بعض بس. ربنا يهديهم. ادعي لهم ان ربنا يهديهم. معلش ادعي لهم ان ربنا يهديهم. انا كده اقعد كده. طب ادعي لهم. مش غلابه كويسين. عايزه اقول لك ان الدنيا كلها احنا جايين فيها ضيوف. ماشي. ومش كله هيعيش حلو على طول. صح. لازم تبقي فاهمه كويس كده. وكنت بساعد الناس. شفت بقى ربنا عمل ايه؟ وربنا برضو بعتلك اللي هيساعدك. خلي بالك ربنا ما بينساش حد خالص. عايزه تقولي ايه في دخلة رمضان؟ دعوه حلوه، دعوه حلوه. اتمنى ان هي تكون دعوه حلوه عشان ربنا يستجاب. انا من ربنا ان انا ما احتاجش هنا، ما احتاجش هنا. انت بتنزلي الشارع بقالك قد ايه؟ 10 سنين. 10 سنين؟ اشربي ميه. معاكي ميه؟ اشربي ميه، اشربي ميه. يعني ايه؟ انا مش قادره استوعب اصلا يعني ايه اولاد بعد ما بيتربوا ويتهندسوا ويتعلموا ويتجوزوا يرموا اللي ربتهم، اللي هي تبقى امهم مش خالتهم ولا حد مربيهم. ايه الجحود ده؟ ايه بجد الجحود ده؟ مهما كان ظروفك او اللي انت عملتيه مع مامتك، هل انت شايفه ان انت كده نجحتي في حياتك او هتنجحي؟ مش هتكسبي ابدا. راعي ربنا كده في مامتك. دي مامتك اللي ربتك ايا كان ايه السبب. بس ما ينفعش خالص انك تسيبي مامتك بالطريقه دي تقعد في الشارع وحتى ما تساليش عليها. يا ريت تراجعي نفسك لو بتسمعيني. قلت لها مش هتكسبي طول ما انا مش راضيه عليكي. عنك طبعا مش هتكسبي. طبعا مش هتكسب. قلت لها مش هتكسبي. بس انا عايزاكي بقى عشان احنا داخلين على رمضان ادعي لها. ادعي لها عشان هم ممكن مش فاهمين. ادعي لها دعوه حلوه عشان احنا داخلين في ايام مفترجه. ادعي ان ربنا يهديها وتجيلك ادعي لها دعوه حلوه. ربنا يهديك ويصلح حالك يا حنان. وكل سنه وحضرتك طيبه. شكرا ليكم ورمضان كريم.